ولذلك إذا أصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك. ثم تلاقي اللي باقي ايه؟ اللي باقي اكثر، ويمكن مصيبتك اهون من مصيبه ايه؟ غيرك. الحكيم الصين عمل ايه؟ لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعته، قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقه ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقه اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعتهم، كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه، قال له انا عايز ورقتي. كانه شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوه ايه غيره تهون عليه بلوه، يقول لا يا رب كويسه كده. نعم. فلا تنظر الى ما اخذ، ولكن انظر الى ما بقي.